ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهارده تورتايه الميكي ماوس او ميني ماوس، مش عارفه يعني هي ايه بالظبط. انا كنت حابه كل تفصيله في التورتايه. حبيت جدا اما جالي الشكل ده، وحبيت ان انا جاي لي اشكال عجينه السكر. بحب تزيين عجينه السكر، بيبقى فيه بحس كده اللي هو فيه فن شويه وفيه تعب. على قد ما فيه برضو مجهود، على قد ما بحس ان هو بيطلع نتيجة حلوة كده، تحسي ان انتي فنانة كده وبترسمي. بحب انا كده قوي. وخصوصا ان انا يعني كل يعني معظم الناس اللي بتطلب الوقت بتطلب التورتيه الصغنونه عشان يتصوروا بيها وتبقى شكل، وبتبقى على قد مثلا عدد افراد معين وكده. فانا كنت مبسوطه قوي ان انا جايلي التورتيه دي والحجم ده. بس للاسف حصل معايا مشكله كبيره، بالنسبه لي كبيره. وانا بشكر طبعا صاحبه التورتيه ان هي اتفهمت اللي حصل وكده. بس انا حرفيا كنت مهتمه بكل تفصيله في التورتايه. قبلها بكذا يوم حضرت عجينه السكر، عملت الاشكال قبل التسليم بيومين، وخبزت التورتيه وعملت كل حاجه يعني في العادي. بس حصل بقى ان هي اخرت ميعاد التسليم يومين. فانا مش عارفه تاخيرها اليومين ده اللي اثر على عجينه السكر السوداء او ايه، مش عارفه بصراحه. لان العجينه السكر اللي انا عاملاها البيضه، واللي انا حطيت عليها لون احمر وعملتها الحمراء، ما اتاثرتش ولا اي حاجه. فهنعمل مع هقول لكم الاول مقادير الاسبونج، بعد كده نشوف في الفيديو ايه اللي حصل بعد كده. اولا كده الدقيق الاسبونج بتاعي المفروض نص، بس انا عملت كل ربع لوحده. انا بحب ان انا اعمل كل ربع لوحده، بيدي معايا فوليوم اكتر، وبحس ان التورتايه اعلى. وكانت بجد العلو بتاعها مناسب جدا جدا للحجم، وكان جميل قوي قوي. قطعت معايا 4 طبقات حلوين تخان، جمال جدا جدا يعني. عملت كل ربع لوحده، كل ربع عملته ب3 بيضات، وربع كوبايه من الميه، ومقلعه من محسن الجيل، ومقلعه من الخل، وضربته من المضرب لحد ما اتضاعف. عملت اول ربع، ورجعت عملت الربع التاني، وحطيتهم الاتنين في نفس الحله، حله مقاس 24. بخبزهم على درجة حرارة 180، بيقعد حوالي من ساعة لساعة الا ربع على حسب، وبختبرها بخلة، وبعد كده بغطيها وابدأ اشتغل فيها تاني يوم. انا خلاص كنت كل مجهزة كل حاجة، ان انا خلاص هطلع ان انا خلاص هزينها واعمل بقى الطبقات وكده. فهي اعتذرت لي وقالت لي ان المناسبة اتأجلت يومين. فانا حطيتها غلفتها حلو جدا بستريتش واكياس، وحطيتها في الفريزر. الفريزر نضيف ما فيهوش اي اكله او اي حاجه تانية. انا بحط الفريزر العادي ده بحط فيه لو كيكه او حاجه عشان ما تلقطش طبعا من اي ريحه اكل، وبغلفها كويس جدا جدا. الطبقات بحشيها بسقيها طبعا بسيرب خفيف، وبحشيها بندق مجروش. انا بجيبه من عند مستلزمات الحلواني، ما بيبقاش متحمص، انا بحمصه في الشوايه كده. بياخد لون كده وبيقرمش وبيبقى طعمه حلو جدا. بحب احطه، بحب احط الكريسبي، واحب احط اي صوصات عندي. المهم ان انا لازم انكه الطبقات عندي باي حاجه موجوده. المهم ان انا لازم انكهها، ما بحبش اعملها ساده بصراحه، لا. حتى لو كان في شغل او شوكولاتات او صوصات او اي حاجه على التورتيه من بره، انا بحب احشي الطبقات جدا جدا، بيديها طعم حلو قوي. كل ما بتقطمي كده بتحسي كده في حاجه طعمها حلو كده بقك، سواء بقى صوصات، سواء مكسرات، كريسبي، اي حاجه. وبعد ما حشيت انا عملت الطبقات في الحله، بتبقى متساويه اكتر، وما بيدوخكيش اللي هو تروح وتيجي معاكي الطبقات وكده، حلوه قوي. انا كنت بعملها قبل كده ورجعت اعملها تورتتين اخر تورتتين بصراحه حلوه قوي، وبتسهل عليا حشو الطبقات جدا جدا كده، وبيبقى كله متساوي كده بنفس المستوى، مش بتروح وتيجي معاكي. بحشي الطبقات واحطها في التلاجة حوالي ساعه كده، خلاص الجو بقى حلو. وبعد كده اطلع بطلعها اقلبها بقى على القاعده، واحط في القاعده من تحت مقلعه كريم شانتيه كده عشان تثبت وما تتحركش مني. وعملت لها التجليس الاول ده، وحطيتها في التلاجة بقى لحد تاني يوم. ده بقى تاني يوم الصبح بصحى بدري يعني مثلا لو التورتايه هتستلم العصر او كده، اصحى بدري الساعه 9 او كده، ابدا بقى ان انا افنش في التورتايه اللي هو اجلسها كويس جدا، والزينه وكده بخليها قبل ميعاد التورتايه تسليمها بحوالي ساعه، ساعه ونص. فلحد كده تمام. عملت الكريم شانتيه بتاعي، حطيت عليه اللون احمر لحد ما وصل للون الاحمر ده.
والشكل ده بالظبط كان مطلوب مني بكل تفصيلة فيه. بس انا لسه مش عارفة ليه مسحت كنت بشيل بقى الصور عشان المساحة وكده، مسحت التورتيه كانت مطلوبة مني الشكل يعني اللي هي بعتهولي وكده. جيت بقى اجلس التورتايه، الكريمه كانت مفرغه كانها يعني داخل فيها هوا كده، فدوختني جدا جدا في التجليس. في بقيت اجلس واعمل السكريبر بميه سخنه وامسحها وارجع اجلس تاني عشان تنعم معايا، فكانت عامله كده شبه فقاقيع هوا. الفيونكات والقولون واشكال عجينه السكر دي انا عاملاها قبلها بيومين، طبعا ما عادت اتاجل، بقت قبلها معموله قبلها ب4 ايام. حصل عندي بقى ظروف في البيت كده، ابني تعب فجأة، وانا كنت بجلس ده، انا كنت بجلس وانا بعيط. مش بجلس او انا بحط بقى الفيونكة والحاجات دي، انا كنت بجد بعيط منهارة مش قادرة. تعبان ولازم اعمل يعني اروح اركب له بقى محاليل وحاجات من دي، فما كنتش شايفة اصلا قدامي حرفيا. جيت لقيت عجينة السكر السودا للأسف سايحة، ما عنديش وقت، ما عنديش خامة تانية. مش عارفة بقى التأجيل هو اللي حصل خلي العجينة حصل فيها كده، مش عارفة بجد. كان بالنسبة لي يوم صعب قوي قوي قوي. انا بهتم بكل تفصيلة في التورتاية، لان بحس ان ده يعني ايه، ده طبعا بيبقى سمعة. اللي بياخد منك بيحس ان انت مثلا فارق معاكي التفاصيل، فارق معاكي كل حاجة، عاملة حاجة مثلا مظبوطة وكده، فطبعا هيطلب منك تاني. هيقول، حتى هيقول لحد عليكي ان لا يعني انت عاملاها كويس وكده. فانا بصراحه كنت زعلانه جدا من اللي حصل في عجينه السكر. وعلى فكره عجينه السكر انا مبطناها من تحت بشوكولاته بيضه عشان تبقى عازل على بينها وبين الكريمه ما تسحش. بس انا مش عارفه ايه اللي حصل للعجينه السودا دي للاسف، وما كانش عندي اي لا وقت ولا خامات ولا اي حاجه، ولا قادره اصلا ان انا اعمل اللي كنت عايزه. اخلص واسلم التورتايه عشان اشوف بقى انا هعمل ايه مع ابني وكده. بسرعة انا عملت قرنين تانيين، بس ما كانش عندي بقى وقت ان انا اعمل الحبوب اللي هي السودا دي. وللاسف بقى قالت لي ان هي نزلت لون على العجينة اللي على التورتاية. الاسود نزل لون على التورتاية غير طبعا الاتنين التانيين، وده مش عارفة المشكلة فين. ده كانت اول مشكلة عندي. تاني مشكلة بقى، جيت احط الطبر بعد ما كنت مظبطاه، بس ما كنتش شفت العلو بقى، اتلبخت بقى مع اللي حصل مع ابني وكده، فيدوبك ان انا كنت قصاه وكده. جيت احطه لقيته اعلى من التورتايه، عايز يتقص، عايز يتظبط. كانش عندي اي وقت، فحطيته للاسف زي ما هو كده، فكان اعلى من التورتايه. ده كانت مشكلتين اللي انا وبس انا قلت لها. وكنت عايزه اعتذر اصلا عن تسليم التورتيه كلها، بس انا عارفه ان هي اكيد عامله حسابها. وانا خلاص خلصت التورتيه، انا هعمل فيها ايه؟ والتورتيه حرفيا كانت متكلفه. يعني انا كنت مهتميه ان انا اكلفها قوي بحشو الاشكال. عجينه السكر طبعا بتتكلف كتير، والعجينه نفسها اصلا تمنها ارتفع جدا جدا جدا. كنت بجيب الكيلو كله كان ب20 أو 25 جنيه، انا جايبه النص كيلو ب50 جنيه. فطبعا ومجهود مجهود مجهود بجد. انا مقسمه الشغل بتاعها على كذا يوم. زي ما انتوا شايفين الطوبة كان اعلى. انا عرفتها المشكلتين دول، وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم، وهي بصراحة تفهمت قوي، مشكورة.